السلام عليكم، أنا رضوان وهذه حلقة خفيفة من سلسلة بناء الوعي. شفنا كامل في الآونة الأخيرة نزوح الآلاف من الأفارقة السود إلى شمال إفريقيا، خاصة في المغرب وتونس، وحاولوا تاني يدخلوا الجزائر لكن الدرك الجزائري أوقفهم وكان لهم بالمرصاد، وحتى قبائل الطوارق الأحرار تصدوا لهم. هذا كامل ما يهمناش لأن ظاهرة الهجرة منتشرة في العالم كامل، ولكن اللي يهمنا هي الفكرة اللي في راس هؤلاء الأفارقة واللي هي إفريقيا للسود ولا مكان للبيض فيها. يعني هادو اللي دخلوا عبر الحدود جو في راسهم فكرة انهم داخلين يرجعوا بلادهم اللي احتلها الرجل الابيض، بمعنى اخر هما في بالهم باللي اصحاب حق. درك السؤال اللي يطرح نفسه، شكون فينا العنصري، احنا ولا هما؟ مثلا في الجزائر فيها تعدد في الأعراق، يعني تلقى الأبيض الأشقر ذو العينين الخضر ولا الزرق، وتلقى الأسمر، وتلقى ما بين ذلك، وكاين تاني الأسود كيما خاوتنا اللي عايشين في الجنوب بشرتهم سوداء، ولكننا عايشين كامل مع بعضنا وما كانش فرق بيناتنا وكلنا جزائريين. ولكن باش نفهموا فكرة الاستعباد والرق لازم نرجعوا شوية لورا في التاريخ. مثلا هتلر كان يستعبد اليهود وما كانش يستعبد السود. الفراعنة كانوا تاني يستعبدوا اليهود وما كانوش يستعبدوا السود. قريش كانت تستعبد السود وما كانش تستعبد اليهود، بالعكس اليهود كانوا تجار في المدينة ومنهم اللي كان من سادة القوم. يعني في فكرة الاستعباد هي مش على أساس لون البشرة ولا العرق. في كثير من الأحيان يكون الاستعباد والرق من ضعف في الشخص المستعبد، يا إما ضعف في الفكر وطريقة العيش أو ضعف في المال. وكنا نرجعوا للأمثلة اللي ضربناهم في الأول ونديروا عليهم إسقاط لهذه النظرية راح تتضح لنا الأمور. مثلا في مثال هتلر نلقاو باللي اليهود في هذيك الفترة كان عندهم ضعف في طريقة العيش، يعني كانوا أقلية في أوروبا والكل كان يضطهدهم لأنهم كانوا خونة ومعروف عليهم الخيانة عبر التاريخ. كذلك في وقت فرعون كانوا خونة وقتلة للأنبياء. أما السود اللي كانوا في قريش هادوك نظن لفقرهم لأنهم كانوا فقراء. وفي الأثر يقال أن لقمان الحكيم اللي ذكره ربي في القرآن وكاين صورة كاملة باسمه في القرآن، يقال أنه كان عبد أسود والسيد تاو أطلق سراحه لأنه كان حكيم. يعني كي اكتشف الملك حكمة لقمان أعطاه حريته لأنه ولا مميز ولا ما يصلحش يكون عبد. ومثال آخر لي زونغلي كي كانوا يستعبدوا الكحول، علاه ما استعبدوش الهنود الحمر كي دخلوا لأمريكا؟ ببساطة لأن الهنود الحمر ما كانوش ضعاف بعكس الكحول اللي كانوا في إفريقيا. والاستعباد ما زال حتى في وقتنا هذا، ولكن مغطي بأمور أخرى ما تخليهش يبان. نعطيك مثال، صاحب العمل اللي يشوف الخدام تاعو محتاج دراهم يحرط عليه لأنه على باله بلي الخدام ما يقدرش يترك الخدمة لأنه يخاف ما يلقاش خدمة واحدة أخرى، يقول لك نصبر أحسن من أني نصبح بدون عمل. هذا نوع من الاستعباد يمارسه صاحب العمل على العامل إذا شم فيه الضعف والحيتاج. نرجع للسؤال اللي بدينا به في الأول، شكون فينا العنصري، الأبيض ولا الأسود؟ الجواب هو العنصري هو الضعيف، والعنصرية هي حالة نفسية سببها سوء تقدير الذات. وفي الأخير نقول باللي كاين نوع من البشر ما تليقلوش الحرية، لازم ديما يكون مستعبد، لأن كنت تعطيه شوية حرية راح يطغى ويظن نفسه صاحب حق. سلام.